شيتوس ومنتخب المجاملات الاسبوع اللي فات كله مفيش كلام غير عن منتخب الشباب ومجاملات الجهاز الفني بقيادة وائل رياض شيتوس في اختيار بعض اللاعبين اللي موجودين معاه في القائمة اللي لعبت دورة شمال افريقيا. في البداية دورة شمال افريقيا دورة ودية اتلعبت على مدار الاسبوع اللي فات. منتخب مصر لعب في البداية مع منتخب ليبيا، تعادل 1-1 في الدقائق الاخيرة. لعب بعد كده مع الجزائر، كسب 3-0 وعمل مباراة كويسة. لعب بعدها مباراة مع منتخب تونس وخسر 4-2، كان متأخر 4-0، يمكن في يعني 3 أهداف جم في 5 دقايق، وبعد كده هدف رابع وبقت النتيجة 4-0، ثم المنتخب سجل هدفين وبقت 4-2. كمان المباراة الأخيرة اللي كانت النهاردة كان بيلاعب منتخب المغرب مواليد 2005، التعادل كان 2-2 بعد ما منتخب مصر كان متأخر 2-0. برضو التعادل كان في اللحظة الأخيرة. لو فكرنا شوية بنوع من الموضوعية في القصة دي كلها، أولا وائل رياض أول مرة يبقى مدير فني لمنتخب من بابه زي ما بنقول. والرياض اشتغل تقريبا 20 يوم، ال 20 يوم دول كان بالنسبه له المفترض انه يجمع منهم اللعيبه الكويسين اللي هيكونوا معاه في قائمه المنتخب، وانه يروح بيهم دوره شمال افريقيا علشان يلاعب ليبيا والجزائر وتونس والمغرب. فالحقيقه الوقت ضيق جدا، وقت ضيق حتى للاختيار، لان انت لو هتعمل بالنظام القديم ان انت تروح تلف المحافظات وتتفرج وتشوف، محتاج وقت اكتر من ال 20 يوم بكتير. لكن ليه الاول اختيار يكون ان احنا منتخب مجاملات ومنتخب وحش؟ مبدئيا المنتخب تقريبا فيه 7 او 8 لاعبين جيدين جدا وبوتنشال كويس للمستقبل كمان، وهيبقوا لاعبين كبار في المستقبل. ممكن يكون في مجاملات في اسم او اسمين، لكن هل هم كانوا موجودين في الملعب؟ ما اعتقدش. لكن الاهم من ده انه تجربة جديدة لمدرب شاب صغير في السن او بيبتدي تجربة جديدة مختلفة، ان هو مدير فني مسؤول عن كل اختياراته. مش معقول اي مدرب ايا كان اسمه ايه انه هيجامل على حساب اسمه. انه في النهاية شيتوس اكيد لو بيفكر للمستقبل فهو بيفكر انه بعد كده خطوة في المنتخبات الوطنية، ثم بعد كده يكون في منتخب مرحلة مختلفة، منتخب أولمبي مثلا، ثم بعد كده منتخب أول. أي مدرب عنده طموح هيفكر كده. فمش معقول إن شيتوس هيحكم على نفسه بالفشل بإنه يجامل حد على حساب نفسه، ده أولا. وأنا لو مكانه مش هجامل حد على حساب نفسي. لكن نتكلم عن اللعيبة نفسهم، لأن اللعيبة دايما الحلقة الأضعف. برضو شفنا المنتخب بتاع الكابتن محمود جابر وفي بطولة أفريقيا للشباب، الناس قطعت اللعيبه كلها، على الرغم من انه فيهم لعيبه كويسه جدا وهم مستقبل الكره المصريه، وهتشوفوا ده في الفتره اللي جايه. المنتخب عنده 7 او 8 لاعبين جيدين جدا، انا مش عاوز اقول اسماء، لكن في مجموعه لاعبين انا اتفرجت على كل الماتشات، في مجموعه لعيبه جيده جدا، واللعيبه دي هتكون لها مكان في المستقبل في فرقها في الفريق الاول، وهتكون نواه للاعيبه دوليين في منتخبات مصر الفتره اللي جايه. النقطه الاهم من ده انه انت لما تبص لنتائج المباريات، اتأخرت قدام ليبيا وقدرت تتعادل في اخر دقيقة. لعبت الجزائر تقريبا كنت متسيد المباراة 90 دقيقة بالكامل، كسبت 3-0، عملت مباراة جيدة جدا. لما لعبت قدام تونس، حتى رغم اهتزاز الاداء وال3 اهداف اللي استقبلتهم ورا بعض، لكن حتى بعد الجول الرابع في الشوط الثاني الاداء اتحسن شوية مع بعض التبديلات، رجعت وسجلت هدفين. في مباراة المغرب، وبرضو ده النقطة الملاحظة المهمة، متأخر 2-0 وبتقدر انك ترجع بالتبديلات بتاعتك برضو مع اللعيبه اللي موجوده في الملعب، وبتتعادل 2-2، منهم هدف رائع جابه عبد الرحمن خالد، الحقيقه لعيب مميز قوي، وقدرت تخرج متعادل من المباراه 2-2. لو كان مباراه تونس المنتخب ده كسبها ما كانش حد هيتكلم، لانه كنت هتقول اتعادلت مع ليبيا وكسبت الجزائر وتونس وتعادلت مع المغرب، وهنقعد نقول اساطير عن المغرب والكلام ده كله. لكن الحقيقه انه في المرحله السنيه دي حتى عالميا، انت مش مطلوب منك النتائج بقدر ما مطلوب منك انك تحقق تطور للاعبين دول، وان يبقى في فرق وفي شغل فني واضح على ارض الملعب. هنا الحكم على وائل رياض وعلى المنتخب كله مش هيبقى من دوره شمال افريقيا، بالعكس ده كويس انه لعب دوره شمال افريقيا، لانه لما لعب دوره شمال افريقيا لو عنده مجاملات لو عنده اخطاء فهو شاف كل حاجه على ارض الواقع، الراي العام كله شاف، الجمهور شاف، وبالتالي وائل رياض مطالب انه يصحح الاخطاء اللي حصلت من الفريق بتاعه في دوره شمال افريقيا الوديه، علشان لما يجيله
اي معترك رسمي في الفتره اللي جايه يبقى عارف هو بيعمل ايه. عنده الفتره اللي جايه محتاج تجمعات، محتاج ان هو يشوف اللعيبه في الانديه وفي المحافظات ويتفرج على اللعيبه وينزل لعيبه التمرين معاه ويتفرج عليهم. طبيعي والبديهي والف ب كوره انه هيعمل ده. لكن فكره الكلام طول الوقت انه منتخب مجاملات ونذبح بقى الكلام ده مش طبيعي يا جماعه. مفيش حاجه في الكوره بتتم بالشكل ده. اتفقت مع وائل رياض بتحبه وما بتحبوش، اتفقت مع اتحاد الكوره، الناس عارفه موقفي من التخطيط لكره القدم في هذا المجلس اللي موجود يعني. وبرضه ما كانتش حلوه حكايه كل شويه حد يطلع للمعلق بتاع قناه اتحاد شمال افريقيا يقول تحيه لفلان وتحيه لعلان. ده كلام ما ينفعش. لكن في النهايه هتتكلم كوره في 7 أو 8 لعيبه كويسين جدا موجودين في المنتخب ده. والرياض عمل شغل واجتهد في مشاكل في البوزيشننج بتاع اللعيبه، اللعيبه مش واقفه مظبوط في بعض الاحيان، الدفاع تقريبا عنده مشكله. الكلام ده كله يتصلح في التدريب، تصلح في تغيير اختياراتك، مفيش مشكله. لكن في لعيبه كويسه وفي مشروع مدرب كويس، نسيبه يشتغل ونديله فرصه ولا نفضل بقى كل شويه اصل راح لعب ماتش ودي واتغلب؟ يا جماعه عادي، ماتش ودي وخسر فيه مثلا ما فيهاش مشكله. انا شايف انه في قسوه شديده في الانتقادات لمنتخب 2005 رغم انه المنتخب ده منتخب جيد، واعتقد انه في المستقبل هيقدم حاجه كويسه. اتمنى انه ياخد فرصه ويشتغل ويعمل معسكرات ويشوف اللعيبه اللي في المحافظات وينزل ويتفرج، وده هيديله مساحة لتصحيح كل اللي حصل في دورة شمال أفريقيا. لكن فكرة إنه نحكم من أول يوم إن ده وحش وده مش هينفع، هو ده مش حقيقي. لأنه لما تحلل تحليل الماتشات بقى وتشوف الأحداث بتاعة المباريات هتلاقي إن رأيك ممكن يختلف تماما عن اللي أنت بتقوله في لحظات الانفعال. أعتقد ممكن الكلام ما يعجبش ناس كتير، لكن أنا بتكلم كورة، مش هتكلم عن فكرة أقول في المطلق منتخب مجاملات أو في المطلق ده مدرب وحش. لا ده ينفع ولا ده ينفع. وبالتوفيق لمنتخب مصر.